يا الله، صباح الخير شباب، شلونكم؟ شلون الصحة؟ اليوم الجو حلو، الشمس طالعة، فشو نسوي؟ هاي الأيام كلها بدون شمس، مغيمة، فطلع طيورك شمسها بالسطح. طلعها برا، سد عليها البيبان وخليها بالسطح براحتها. والبارحة كاتبين لي بالتعليقات على مود العلاج مال كوكسيده والعلاج مال سومانيلا. هذا طلعتهن، هاي السومانيلا اللي هي هاي، خليها بكيس انا محافظ عليها حتى ما تنقع مي. وهذا كوكسيده من سيد احمد الولد البلامين طار الازرق. هذا لين ما يشوفه طيور يظل يحوس. ارجع طير، لا يطير فوقك. يا شباب رجعنا وياكم هسه راح شوف شو نسوي. انا عندي هم زي ما خلط، هذا كتبت عليه اسمه كوكسيده حتى اخلص من يمه، لان عندي علاج همي شبهه وذاك هم ما مكتوب عليه. فهذا هم زين لحقت له، جبت له قلم ماجيك وكتبت عليه. المهم راح نخبط الخبطه قدامكم. هاك بابا، لا تخلي بابا التصوير يرجف ويقولون عليه التصوير مو زين. هسه راح نخبط الخبطه قدامكم شباب. شوف اول ما اغسل الاسفنجه، اسحب بيها وارجع اشمره من عندها. هاي نطفت دب المي. هاي السطله احنا ايش عندنا؟ شوف سيسي، السيسي الواحد، هذا السيسي شوفوا شباب على رقم 1، سيسين رقم 2 3 هذا يسمونه سيسي. هسه احنا ايش عندنا؟ عندنا السيسي الواحد بمن؟ باللترين مال مي. هذا ببطل مال بيبسي، انا قاصه مسوي لهن اشتغل بيه. هسه اني عندي طيور مالتي ايش قد؟ 43 طير، 43 طير. هذا ما يكفيهن، هذا اللترين راح ابقيه جواها من هنا الباكر مدة 24 ساعة ويتبدل. هذا اللترين هذا ما يكفيهن والطور كبير فما يكفيه. راح شو اسوي؟ راح اضيف عليه بعد نص. ضفت عليه بعد نص، قد صار 3 لترات. خلصت من يمه. هاي كوكسيده، هاي السرنجه. لازم ايش قد اسحب شباب؟ لازم اسحب سيسي ونص. بس انا ايش قد خليت لهن سيسيين حتى العلاج شويه يشتغل بهن اسرع. عوفة يابا عوفة. خلصت من يمه، اكتره على صفحه راح اخبطه. هذا الطور مال المي غسلته، ارجع اديره هنا وارجع اديره هنا. ليش ما جاي يقعدها؟
لك عمو هذا الدواء ماله. عمو شاف الدواء سألها. كمل. هذه خلصنا من عندها. شو يبقى عندي؟ يبقى عندي الوجبة الثانية واللي هي شنو؟ سومانيلا كوكسيدة. خلصنا من عندها. شيل البطل مالك مال المي. خلصنا من العلاج مال الكوكسيدة. سومانيلا نفس الطريقة، لترين مال مي تاخذ، خاشوقة مال شاي، لترين مي، خاشوقة شاي، وطيورك لا تعطيها هواي. هاي احكيها كان لا تعطيها هواي. ايش وقت؟ لا تعطيها هواي بالشتاء، لان الطير ما يشرب عندك مي هواي، فحرامات تخلص العلاج يعني ثاني يوم تذبه وتخبط بمكانه. فشو تسوي؟ اخبط لهم شيء قليل. هسه 40 طير، شوفوا هسه 43 طير ايش قد خبطت لهم؟ خبطت لهم البطل ونص من هذا. يعني حتى الطور انتبهوا عليه، حتى الطور ما انترس. هذا المي ماله شوفوا لي جاي. ليش؟ ما اريد ابذر بيه واترسل لي هنا، وانا هم مخلص العلاج، والطيور ما راح تشرب، راح تشرب من يمه شويه وتكفي، لان شتاء والجو بارد ما يحب المي هواي، فراح الصبح راح اقلبه واخبط غيره. ليش حرامات؟ اخبط لهم شيء قليل على قد اللي شربه من يمه. ومثل ما قلت لكم شباب، هذا اللترين خاشوقه مال شاي. هاي الكوكسيده، اللي يريد يجيب مثلها خليه يجيب. هاي الكوكسيده شوفوها. وهذا نعفو. هاي سومانيلا، سومانيلا. وهاي الكوكسيده. الانبوبه 5000 على السيد احمد بالامين ابو الزواجل، ورا بيت بنيه اهل الخشب. هو عنده علاجاتهم واختصاص مال زواجل، احنا نروح نجيب من يبهم. وهاي تحياتنا صاحبنا هشام، هلا وهلا طاني اياهن. وصاحبنا شايب ابو الزواجل خطيه هم الطاني سومانيلا، لان رحنا على سيد احمد ما لقينا عنده، وطيورهم صعدوا يم وشافوهم طيور تعبانه كلش، فخطيه قالوا له تعال خلينا نعطيك علاج. خلف الله عليهم ومشكورين وما قصروا. هاي الطيور كانت يم بيت خالد دايه اللي قلت لكم عليها، جبتهن البارحه الساعه 11 بالليل. خطيه ليش جبتهن؟ طاب عليهن المي، زقوهن طلعوا 40 فرخه، ما فرحوا بالفرخات. خطيه طاب عليهن مي ومتنقعات الفرخات كلهن ميتات، باقيات 6 ما ادري 7. قالوا لي خذ، قلت لهم شو اسوي بهن؟ هن رايحات مجعوصات. فجبتهن راح اعالجهن. هسه هاي السومانيلا خبطتها لهن مال البروده، عفوا الكوكسيده، خبطتها لهن، راح اعطيهن لهن، اخليهن ينشنشن، وبعدين راح نعرضهن على الفيس حتى ابيعهن. هسه ذن 43 بهن 2 مالاتهم جلدات فرخ، راح اطلعهن اعزلهن على صفحه. هاي الطيره البصفر القديمه كانت بسطحي. شوف الطيور شلون متنقعه مي. خطيه باوع. هاي الطيره الترعش اللي عندي القديمه، هاي الذب عندي كلها مكعكلات. طيور خطيه مدموره بالمي. هذا الفحل، شوفوا هذا الفحل، خلي راويكم بناته. بناته عمالقه مثله. هذا ابنه، ذاك راح يخاف. هذا ابنه، هذا ثالث واحد. هذا مو اول واحد، الثاني الثالث. هذا الشبل من ذاك الاسد، وبعد اخوه احلى من يمه راح. خطيه وين يحط؟ من نطلعهن ذاك هم جلد فرخ يحط هناك على الثلاجه، وجايته البزونه وما اخذته. خطيه هنا محطاطه. بابا عدل هذا المالج لا يوقع على راس واحد من الجهال.
فراح خطيه انوكل. هاي اليوم الخانات يراد لها تنظيف، هاي خانه وهاي خانه. هسه ورا ما اكمل تصوير راح ننظفهن. الفوق صاير مسبح، راح نصعد له النشفه حتى بعد الطيور ما تسبح بيه. وهاي طيور صغار مصبغه عبرت لي جاي المن. هاي هذا المشكله، هذا طالع ويانا هذا الصغير المسكين. لا من يمك ونشف. لا ذب المي على بيت عمك، لا جيبه لي جاي، جيبه لي جاي يجي. عبرت راحت ذيك، وينها؟ هذيك ما تبين. شباب ليش اقول لكم طلعوا الطيور اليوم شمس؟ كل ما تصير شمس طلع الطيور. ليش؟ شوف شلون جاي تشمس؟ خطيه تكيف على الشمس، الجو مغيم، صار كم يوم ما شايفه شمس. هذا المنغولي عبوسي البارحه صار له ركعتين يقول خلي العراق يفوز، انه حتى العراق ما فاز، الله ما تقبل ماته. مو يدرون بي منغولي، منغولي ترى صلاتك ما واصله. يقول نصحوني بعد منغولي. والله سنونك خرب انه. يا شباب لهنا تنتهي حلقتنا، وش عندكم كتبوا لي بالتعليقات وانا خادم. تحياتي للجميع. قناتنا نزلنا جديدة. شباب اذا تردون نسوي بث، لان انا عندي تليفون واحد، يعني ما اقدر تليفون هو هذا نفسيته اطلع بيه التعليقات واصور. شلون؟ كان عندي تليفونين، واحد اطلع بيه التعليقات وواحد اصور بيه. هسه عندي تليفون واحد. اذا تردون نفتح بث ونسولف بالبث. اذا تردون هذا الراي كتبوا لي بالتعليقات وانا بخدمتكم. تحياتي للجميع.